تقف على المرآة لترى نفسها، تسرح شعرها وتضع أحمر الشفاه، تنظر على بياض وجهها وتتباهى بجمالها، متكبرة أنانية غيورة. وحينما تقابل أحد الفتيات تطالع نفسها وتمدح ذاتها وتقلل من شأن باقي الفتيات، تسلب عقول الرجال بأساليبها الرخيصة. ولكن عندما يذهب حياؤك وأخلاقك ماذا تبقى من الجمال؟ إن لم تكوني جميلة بأخلاقك فتأكدي أنك قبيحة بكل شيء. نعم، قبيحة. عليك أن تتفاخري بأخلاقك لا أن تتفاخري بجمالك. أنا أكره ذاك الصنف من النساء.